محمد انا اسمي محمود حسن السيد صالح بالنيابه عن سواقين الملاكي في دمنهور محافظه البحيره. مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان احنا عالم متجوزين ومتعلمين وناس ملناش مصدر رزق غير السواقه. معانا رخص خاصه ومعانا بطايق بس، وعندنا عربيات ملاكي شغاله هنا كاجره. سياده المحافظ عارف الكلام ده. بيحاربونا في اكل عيشنا، المرور بيشتغل بيحاربنا، اللي بيركب اجره بيدفع غرامه 1200 جنيه وقف سنه. طبعا احنا معناش، احنا اتعلمنا وعملنا مشروع اللي عرفنا نعملوه، جينا له لسيادته قنن لنا، قنن مشروعنا. عايزين نمشي قانوني، عايزين ناخد تاكس، يعمل لنا اي حاجه تبقى تفتح بيوتنا. عايزين ناخد تاكس، ناخد نمى. فسيادته تجاهلنا مره واثنين ودي الثالثه. تجاهلنا كل مره يقول لك الهندسه استنى لما يبقى في مجلس محلي. حرمنا جوه الخيمه، عيالنا جوه الخيمه قاعدين لان احنا مش عارفين ناكلوا العيال منين. ممكن سيادته يتكرم ويقابلنا. طيب معلش، فيما يخص مشكلتكم دلوقتي على الطرف الاخر اصحاب التاكسيات بيقولوا ان المدينه ودمنهور لا تتسع لسيارات تاكسي جديده، وان بالفعل عملوا وقفه احتجاجيه امبارح واغلقوا الشوارع ووقفوا في الميادين وتسببوا في ارتباك مروري. ترد تقول ايه؟ تمام، اقول لحضرتك من سنه 1990 مع اتساع مساحه البلد لم يتم ترخيص تاكسي واحد الا من شهرين، وزادت مساحه البلد 20%. ايه هي ال 20%؟ سيادتك مجمع الكليات اللي على السريع، مساكن الابعديه، سوق الجديد، مدينه الابعديه، السوق الجديد، ده اتساع منشيه فلاجه. دي مساحه البلد زادت 20%. سيادتك مفيش تاكسي عاصمه في محافظه البحيره، في كل المحافظات فيه ما عدا محافظه البحيره. كان لي موضوعي شل العربيه الملاكي اللي هي ماشيه في الشارع ملاكي كده موجوده بالفعل. شل العربيه الملاكي اللي هي ماشيه في الشارع ملاكي كأجرة، شيلها حط لي مكانها عربيه اجره تقنين وضعي عشان نصرف على عيالي هم جوه في الخيمه. اشتغلوا رسمي. ادي اعتصام بتاع التاكسي، عامل اعتصام عشان يتحكم فيك وفي الثاني وفي الثالث. مؤاخذه معاك عيالك ما ياخدهمش، واقف في الشارع ما رضاش ياخدهم، عايز يقف لواحده ست، ركب طلب، عايز يركب طلب والخاص لوحده 5 جنيه 4 جنيه. احنا بقى يا بيه ديت شغلتنا مالناش غيرها. لو سمحت مفيش. العربيه الملاكي دي هي دي مصدر رزقنا، مش عايزين يشغلونا. المرور بينزل بياخدوا رخصنا، عشان تطلع الرخصه بياخدوا منك 1200 جنيه ووقف سنه. رخصنا مسحوبه. عايزين الرخص، عايزين ناخدهم تصريح اللي احنا نمشيهم بالعربيه دي اجره، عشان احنا كده دي شغلتنا. ولا خدنا وظايف. الحكومه نزلت سيرفيزات ونزلت اربع ونزلت شقق، كل الناس خدت كل حاجه، احنا ما خدناش اي حاجه ولا حاجه. اسمي يحيى زكريا ومشارك في ميدان التحرير من يوم الثلاث 25 يناير ليوم الجمعه الغضب في ميدان التحرير، وادي اللي في وش اهو الرش ده بسبب شغل الشركه اللي انا شغال فيها في شارع لازغلي في ميدان التحرير. فاحنا انا في كذا اقتراح، شغلي برضه بيوحي لي في المنصوره نفس اللي بيحصل ده قدام محافظه المنصوره. فانا بنقول لسياده المحافظ ايه، لو هيجرى الكلام ده او هيسمعني بنقول له بدل ما احنا مش عارفين نطلعوا له نقول له الكلام ده، المشكله بتاعت محافظه البحيره بس هتحلها معاها مشكله المنصوره، مشكله بورسعيد، دمياط، كل جميع المحافظات دي. مع احترام المحمود زميلي برضه كل حاجه هو معاه رخصه خاصه، ايه المانع ان هو يعمل مهنيه ونعمله دلوقتي المشروع ده المحافظ يعمله لنا ازاي؟ بتليفون صغير منه لمحافظ المنصوره، بلدك تستعيب كام عربيه اجره ندخلوها، لو 50 عربيه و50 من هنا هيحل 50 من هنا، يبقى 100 عربيه 100 سواق هيسترزقوا منها. لو معاه محافظه دمياط يبقى 50 زيها، يبقى دي 200 سواق استفادوا. لو احنا 1000 واحد هيحل مشاكلنا دي بدون ان بتوع التكوسه يجوا يعملوا اعتصامات هنا ان هتزودوا لنا البلد. مش شرط تكوسه،
في كذا مشروع، في كذا، في ان اول حاجه اللي احنا بنطالبوها دي دلوقتي ان مشروع عربيه اجره، الموقف بتاعنا كبير وساعة ياما وفي باكيات فاضيه. لما هو يدخل 50 عربيه للمنصوره، 50 عربيه لدمياط، 50 عربيه لبورسعيد، والمحافظات كبيره جدا، احنا بلدنا كبيره. في حركه الركاب تسمح بتشغيل 50 عربيه وخطوط سير؟ تسمح ليه لو سمحت؟ اني بنسافر كل يومين المنصوره، بنجيب الجرار من هناك، انا سواق نقل، بنسافر وبنشوف ازمه المواصلات. لو القطر حصل فيه اي مشكله بنضطر ناخد عربيه مخصوص من هنا عشان ده بتاع الناس، بنروح نجيبه من هناك. لو هو حل المشكله دي يبقى في عندنا يعني مشوار المنصوره ده حل نفس اللي بيحصل هنا ده بيحصل في المنصوره. ايه المانع ان هو راجل مسؤول دلوقتي وقاعد في مكتبه يرفع سماعه التليفون لمحافظ المنصوره، انت عندك مشكله زي هنا، انا كنت اول امبارح في المنصوره، انت عندك مشكله زي هنا، طب ما نحلوها مع بعض. ال 50 ال 200 300 سواق اللي هم فاتحين بيوت وعيال بيلعبوا حوالينا دول هيحل مشاكلهم معاه. نفس الحكايه في المنصوره، في دمياط، في بورسعيد، في جميع محافظاتنا كبيره وبلدنا كبيره. ليه هو قاعد فوق بيتفرج علينا؟ مع احترام المحمود مش شرط تتكسر، مش شرط. خطوط سير جديد، خط سير هيفتح جميع المحافظات، ويا رب الكلام ده انا عايزه هو يجراه. لو هو يجراه شريف بيه اللي ماسك امن المحافظه الكلام ده يا باشا ماشي. ده اقتراح، في اقتراح تاني يا باشا. العربيات الملاك اللي شغاله في البلد دي في 6000 عربيه وشغالين كلهم، ليه بدل ما هم شغالين ملاكي ومخالفين ما تشغلهمش بالترخيص وتشغلهم قانوني؟ ما احنا كده شغالين وكده البلد شايله، يعني هي تبطل مسؤوليه قانوني. يعني هي الملاكي محمد انا اسمي محمود حاتم السيد صالح بالنيابه عن سواقين الملاكي في دمنهور محافظه البحيره. مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان احنا عالم متجوزين ومتعلمين وناس ملناش مصدر رزق غير السواقه، معانا رخص خاصه ومعانا بطايق بس، وعندنا عربيات ملاكي شغاله هنا كاجره. سياده المحافظ عارف الكلام ده، بيحاربونا في اكل عيشنا، المرور بيشتغل بيحاربنا، اللي بيركب اجره بيدفع غرامه 1200 جنيه وقف سنه. طبعا احنا معناش، احنا اتعلمنا وعملنا مشروع اللي عرفنا نعملوه، جينا له لسيادته قننا قنن مشروعنا، عايزين نمشي قانوني، عايزين ناخد تاكس، يعمل لنا اي حاجه تبقى تفتح بيوتنا، عايزين ناخد تاكس، ناخد نمى. فسيادته تجاهلنا مره واثنين ودي الثالثه، تجاهلنا. كل مره يقول لك ايه الهندسه، استنى لما يبقى في مجلس محلي. حرمنا جوه الخيمه، عيالنا جوه الخيمه قاعدين لان احنا مش عارفين ناكلوا العيال منين. ممكن سيادته يتكرم ويقابلنا. طيب معلش، فيما يخص مشكلتكم دلوقتي على الطرف الاخر اصحاب التاكسيات بيقولوا ان المدينه ودمنهور لا تتسع لسيارات تاكسي جديده، وان بالفعل عملوا وقفه احتجاجيه امبارح واغلقوا الشوارع ووقفوا في الميادين وتسببوا في ارتباك مروري. ترد تقول ايه؟ تمام، اقول لحضرتك من سنه 1990 مع اتساع مساحه البلد لم يتم ترخيص تاكسي واحد الا من شهرين، وزادت مساحه البلد 20%. ايه هي ال 20%؟ سيادتك مجمع الكليات اللي على السريع، مساكن الابعديه، سوق الجديد، مدينه الابعديه، السوق الجديد، ده اتساع منشيه فلاجه، دي مساحه البلد زادت 20%. سيادتك مفيش تاكسي عاصمه في محافظه البحيره، في كل المحافظات فيه ما عدا محافظه البحيره. كان لي موضوعي شل العربيه الملاكي اللي هي ماشيه في الشارع ملاكي، كده موجوده بالفعل. شل العربيه الملاكي اللي هي ماشيه في الشارع ملاكي كاجره، شالها حط لي مكانها عربيه اجره تقنين وضعي عشان نصرف على عيالي هم جوه في الخيمه. اشتغلوا رسمي. ده اعتصام بتاع التاكسي، عامل اعتصام عشان يتحكم فيك وفي الثاني وفي الثالث. مؤاخذه معاك عيالك ما ياخدهمش، واقف في الشارع ما رضاش ياخدهم، عايز يقف لواحده ست
ركب طلب على طلب. عايز يركب طلب والخاص لوحده 5 جنيه 4 جنيه. احنا بقى يا بيه ديت شغلتنا مالناش غيرها. لو سمحت مفيش. العربيه الملاكي دي هي دي مصدر رزقنا، مش عايزين يشغلونا. المرور بينزل بياخدوا رخصنا، عشان تطلع الرخصه بياخدوا منك 1200 جنيه ووقف سنه. رخصنا مسحوبه. عايزين الرخص، عايزين ناخدهم تصريح اللي احنا نمشيهم بالعربيه دي ايرو، عشان احنا كده دي شغلتنا. ولا خدنا وظايف. الحكومه نزلت سيرفيزات ونزلت اربع ونزلت شقق، كل الناس خدت كل حاجه، احنا ما خدناش اي حاجه ولا اسمي يحيى زكريا ومشارك في ميدان التحرير من يوم الثلاث 25 يناير ليوم جمعه الغضب في ميدان التحرير. وادي اللي في وش اهو الرش ده بسبب شغل الشركه اللي انا شغال فيها في شارع لازغلي في ميدان التحرير. فاحنا انا في كذا اقتراح شغلي برضه بيوحي لي في المنصوره نفس اللي بيحصل ده قدام محافظه المنصوره. فانا بنقول لسياده المحافظ ايه لو هيجرى الكلام ده او هيسمعني، بنقول له بدل ما احنا مش عارفين نطلعوا له نقول له الكلام ده، المشكله بتاعت محافظه البحيره بس هتحلها معاها مشكله المنصوره، مشكله بورسعيد، دمياط، كل جميع المحافظات دي. مع احترام المحمود زميلي برضه كل حاجه هو معاه رخصه خاصه. ايه المانع ان هو يعمل مهنيه ونعمله دلوقتي المشروع ده المحافظ يعمله لنا ازاي؟ بتليفون صغير منه لمحافظ المنصوره، بلدك تستعيب كام عربيه اجره ندخلوها. لو 50 عربيه و50 من هنا هيحل 50 من هنا، يبقى 100 عربيه 100 سواق هيسترزقوا منها. لو معاه محافظه دمياط يبقى 50 زيها، يبقى دي 200 سواق استفادوا. لو احنا 1000 واحد هيحل مشاكلنا دي بدون ان بتوع التكوسه يجوا يعملوا اعتصامات هنا ان هتزودوا لنا البلد. مش شرط تكوسه، في كذا مشروع، في كذا، في ان اول حاجه اللي احنا بنطالبوها دي دلوقتي ان مشروع عربيه اجره. الموقف بتاعنا كبير وساعة ياما وفي باكيات فاضيه. لما هو يدخل 50 عربيه للمنصوره، 50 عربيه لدمياط، 50 عربيه لبورسعيد، والمحافظات كبيره جدا. احنا بلدنا كبيره. في مساحه حركه الركاب تسمح بتشغيل 50 عربيه وخط سير. تسمح ليه لو سمحت؟ اني بنسافر كل يومين المنصوره بنجيب الجرار من هناك، انا سواق نقل بنسافر وبنشوف ازمه المواصلات. لو القطر حصل فيه اي مشكله بنضطر ناخد عربيه مخصوص من هنا عشان ده بتاع الناس بنروح نجيبه من هناك. لو هو حل المشكله دي يبقى في عندنا يعني مشوار المنصوره ده حل نفس اللي بيحصل هنا ده بيحصل في المنصوره. ايه المانع ان هو راجل مسؤول دلوقتي وقاعد في مكتبه يرفع سماعه التليفون لمحافظ المنصوره، انت عندك مشكله زي هنا، انا كنت اول امبارح في المنصوره، انت عندك مشكله زي هنا، طب ما نحلوها مع بعض. ال 50 ال 200 300 سواق اللي هم فاتحين بيوت وعيال بيلعبوا حوالينا دول هيحل مشاكلهم معاه. نفس الحكايه في المنصوره، في دمياط، في بورسعيد، في جميع محافظاتنا كبيره وبلدنا كبيره. ليه هو قاعد فوق بيتفرج علينا؟ مع احترام المحمود مش شرط تكوسه، مش شرط. خطوط سير جديده، خط سير هيفتح جميع المحافظات. ويا رب الكلام ده انا عايزه هو يجراه. لو هو يجراه الشريف بيه اللي ماسك امن المحافظه الكلام ده يا باشا ماشي. ده اقتراح. في اقتراح تاني يا باشا، العربيات الملاك اللي شغاله في البلد دي في 6000 عربيه وشغالين كلهم. ليه بدل ما هم شغالين ملاك ومخالفين ما تشغلهمش بالترخيص وتشغلهم قانوني؟ ما احنا كده شغالين وكده البلد شايله. يعني هي تبطل مسؤوليه قانون. يعني هي الملاك